استنى لحظه، انت فاكر السكر ده مجرد رقم في تحليل؟ طب ركز معايا، لان اللي هتشوفه دلوقتي دي قصه بتحصل جوه جسمك كل يوم، وانت ولا دريان. انا مش مظبوط ليه؟ حاسس باحساسك غريب، عطش ما بيخلص ورايح جاي على الحمام. لا، في حاجه غلط بتحصل. أهلا يا بطل، أنا مرض السكر. كل لقمة بتاكلها بتتحول لطاقة عشان تعيش، بس الطاقة دي عشان تدخل خلايا جسمك محتاجة مفتاح. المفتاح ده اسمه الانسولين. لو المفتاح ضاع او القفل مصديه ومش راضي يفتح، انا بفضل متراكم في دمك، وهنا بتبدأ المشاكل. بص يا سيدي، انا نوعين، نوع بيجي من صغرك ونوع بيجي بسبب عمايلك واسلوب حياتك. وده المنتشر. لو حسيت بعطش زيادة عن اللزوم، هبطان من اقل مجهود، او عينك مزغللة، اوعى تسكت، دي اشارات. لما تيجي تشتري من السوبر ماركت، انا متنكر قوي في الحلويات، انا مستخبي في حاجات عمرك ما تتخيلها. تعال اوريك. معلقه الكاتشب الواحده فيها نص معلقه سكر. يعني وانت بتحط كاتشب على البطاطس، انت حرفيا بترش سكر عليه. شوف العصاير، العلبه مكتوب عليها بدون سكر مضاف. شوف كده المكونات: فركتوز، عصير مركز. يا جماعه العصير المعلب ده قنبله سكر صافيه، كانك بتشرب ميه بسكر. والسؤال المهم علشان ما اقلبش عليك وسبب لك مضاعفات خطيرة، انت المفروض تعمل ايه؟ بص يا سيدي، ببساطة حاول يكون أكلك مليان خضار زي الجزر، البروكلي، السبانخ. اهتم بالخضار بسيطة وسهلة. شكرا، سأفعل. الممنوعات: حلويات سريعة، عصائر مو حلاء، مشروبات غازية، أكلات جاهزة مليانة دقيق وسكر، والأكل المقلي الكتير بلاشهم خالص. الفواكه خدها بمعدل معتدل، والنشويات قللها شوية، زي شوية رز أو توست أسمر بس مش كتير. نات مهمة لينا زي بيضة، شوية عدس أو فول، وفراخ مشوية، لحمة قليلة الدسم أو سمك مشوي. كده جسمك هيكون مبسوط ويشتغل صح. وأهم حاجة المية طول اليوم، قبل الأكل وبعده، ده يحميك ويخلي السكر يلعبها صح مع جسمك. والرياضة يا معلم، المشي نص ساعة 5 أيام في الأسبوع يقوي الأنسولين، ومعاه قياس سكر، متابعة دكتور، والتزام بالعلاج. أنا مرض السكر، لو ما هتمتش بيا ما تزعلش مني، هتعب عينك، قلبك، والأعصاب، وكمان الكلى، وأخطر حاجة القدم السكري. طبعا انت بتقول يعني ايه القدم السكري؟ بص يا عم، انا قررت اكشف لك سر من اسراري، وهقولك انا ليه بستهدف رجلك. السكر بيأثر على الاعصاب والشرايين في رجليك، ممكن يؤدي لتقرحات والام شديده. وليه بحول جرح صغير لكارثه اسمها القدم السكري؟ ايه اللي حصل؟ لسببين: الاول ان بنامي اعصابك، فلو مشيت على جمره نار او اتعورت فمات اصلا مش هتحس. انا بسد السكه، الدم اللي المفروض يلم الجرح انا بضيع عليه الطريق ومخليهوش يوصل لرجلك. لو لقيت جرح تعمل ايه؟ انا لقيت جرح، خايف اعمله ايه؟ اوعى تلمسه، لا بمقص ولا بموس ولا بمواد غريبه. نضفه بهدوء، ميه فتره وشاش معقم وبس. في الحمد لله. طير على الدكتور، الجرح اللي بتشوفه صغير، انا بشوفه في باب رزق عشان اتمكن منك. عشان تخلص من شري اعمل كده: عينك في وسط راسك، كل يوم بالليل بص في رجلك بحته مرايه. لو لقيت خربوش ابدا اقلق. متمشيش حافي ولا حتى على السجاد، دايما خلي في رجلك شبشب مريح. قص اظافرك بالعرض، ما تبقاش فنان وتقصها بدوران، قصها خط مستقيم عشان ما تغرسش في اللحم. شوف بالظبط كده، خط مستقيم. خلصنا، اظافرك بقت امنه وصحيه. خد بالك انا بخنق الشعيرات الدمويه الضعيفه ورا عينك، فتبدا الرؤيه تغبش. افحص قاع عينك مره كل سنه حتى لو شايف كويس. انا كمان بزهق مصفات الجسم وبخليها تسرب بروتين وتتعب من كتر الضغط. اشرب ميه كتير وتابع تحليل وظائف الكلى دوريا. لو سبتني عالي هاكل في جسمك، لو سمعت كلامي هبقى أليف. التزم بالدواء، قلل السكر الابيض وتمشى نص ساعه. والترى كمي هو كاشف حسابك عن اخر 3 شهور مخزنك في الدم وما نسيتش ولا يوم غشيت فيه. عايز تنزلني؟ مش بالحرمان لكن بالاستمرار. رياضه يوميا ونص كميه العيش والرز. والرقم المثالي ليا خليك دايما تحت رقم 7. فوق كده انا ببدأ ارسم خطتي عشان اتعبك. انا بضعف قدام المشي وبخاف من الاكل الصح وبحترم اللي بيراقبني. خليك انت الذكي وخلينا نعيش سوا من غير مشاكل.